الأستاذة مها الصغير، طريقة أحمد السقا الإعلامية اللي بتشتغل في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، طلعت مع منى الشاذلي قالت إن هي فنانة ورسامة وعرضت 4 لوحات، وهي بتشرح لوحة منهم كانت بتتكلم على إن اللوحة بتعبر عن المرأة ومعاناة المرأة. كل اللوح كانت بتتكلم عنها بنفس الطريقة، إن هي بتستلهم أفكارها من معاناة الستات. انا كنت برسم فيلينجز اكتر، كنت بحاول الاقي مشاعر يعني. دي يعني حال سيدات كثيرة يعني. وإن اللوح بتاعتها بتعبر عن معاناة الستات. طلعت بعدها فنانة دنماركية اسمها ليزا، عملت بوست صغير على انستجرام حطت فيه اللوحة وقالت إن اللوحة دي بتاعتها وإن الأستاذة سرقاها من بنترست. بعدها طلعت أستاذة منى الشاذلي وعملت اعتذار، كتبت اعتذار على صفحتها الرسمية للفنانة الدنماركية. بعد كده حصل المفاجأة الكبيرة إن كل اللوحات اللي الأستاذة مها عرضتهم في البرنامج مسروقين. الأستاذة اللي بتنسب لنفسها إن هي فنانة رسامة عظيمة، كل اللوحة اللي عرضتها مسروقة، وعلى برنامج بيشوفوا الملايين للأسف. ودي مش أول مرة تحصل، ناس كتير متخيلين إن هم علشان بيجيبوا اللوحات دي من بنترست اللي هو عليه ملايين الرسومات فهينتوه بقى وحاجة وهتختفي وخلاص، واحنا بنتكلم بلغة عربية والناس الأجانب دي مش هتعرف ومش هيتشاف. للأسف للأسف احنا بقينا عايشين في زمن كله بيسرق ولا ايه؟ هو كله بقى حرامي عندنا، وكل واحد عمال بينجم في نفسه وبيتشهروا ويتنجموا وهم سارقين أصلا. ما تبطلوا سرقة بقى يا جماعة، بطلوا سرقة بقى.